السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وبيخص ناس كتير، وهو البرد أو برد العظم. يقول لك جسمي وجعني كله، مفيش حتة عظمة فيا إلا وفيها وجع، والوجع شديد أوي وتلاقيه كمشان كده وقافل على نفسه وجسمه. إيه الموضوع ده؟ هو ده مرض ولا ده عرض ولا إيه أسبابه ولا نعالجه إزاي؟ في البداية هو في مرض اسمه برد العظم؟ لا، هو ده مش مرض، لكن ده شعور بيحصل من الجسم نتيجة تعرض لتيارات الهواء الساقع. تيارات الهواء الساقع ديت بتخلي المناعة بتاعة الجسم تفرز مواد كيميائية، هي ده اللي بيسبب الألم في المفاصل وفي العضلات. بالإضافة إن تيارات الهواء بيخلي العضلات تتقلص، حجمها يقل عشان السقوعية، فعشان تولد طبعا الدفى والحرارة. حتى كمان بتلاقي اللي واخد برد بتلاقيه قافل كمشان كده وقافل على نفسه، ده شيء طبيعي، العضلات مكموشة. هي دي النقطة أو المشكلة بتحصل، ودي بتبقى نتيجة تيارات الهواء الساعة اللي بنتعرض ليها. عشان كده ينصح طبعا احنا منتعرضش من سخن لساقع أو من ساقع لسخن برضه، عشان ما يحصلناش موضوع برد العظم. طيب هو موضوع برد العظم دوت بيأثر على إيه؟ بيأثر على المفاصل بالدرجة الأولى. طب ليه المفاصل؟ يقولك بحس إن البرد دخل في العظم أو في المفصل جوه. ليه؟ السائل بتاع المفصل بيزيد اللزوجة بتاعته مع البرد، فحركة المفصل ذات نفسها بتبقى صعبة شوية. في سائل بيلين عمل المفصل، السائل ده مع السقوعية أو البرد اللزوجة بتاعته بتزيد، فما بيقومش يعني بدوره بكفاءة. فعشان كده بتلاقي العظم بيقفل وبيفتح والحركة بيتحرك بالعافية، وخصوصا طبعا مع السن الكبير. والموضوع ده بيزيد طبعا مع مرضى الروماتيزم والروماتويد والناس اللي عندها أصلا التهاب في المفاصل. أوكي. النقطة الأهم من كده بتلاقي في حبة تيبس شوية وألم في المفصل برضو مع الحركة. أنا مش قادر أوطي، مش قادر، سلسلة ظهري بص حاسس إن هي ماسكة. هي فيها حركة بقدر أتحرك بس الحركة محدودة، مش زي الأول لما كنت بتحرك عادي وبراحتي والكلام ده كله. طبعا قلنا تقلص برضو العضلات، وده شيء طبيعي مع البرودة عشان توليد الحرارة. طيب هو الألم ده بيبقى مستمر؟ بيبقى مستمر، ويبقى فيه تيبس زي ما قلنا، والموضوع كمان بيوصل للركبتين، مش مفاصل الإيد بس، بيوصل كمان للركبتين وطبعا سلسلة الظهر. طيب في كمان بيبقى أحيانا الأشعريرة، اللي هو بتلاقي الجلد مقشعر كده اهوت، وبتلاقي كمان الجلد عامل زي حبيبات، زي إيه، أهرام صغيرة. طب هو الجسم بيعمل كده ليه؟ ده لتوليد الحرارة، زي الجلد بيزود كثافته عشان كم البرودة اللي يدخل الجسم يبقى أقل حاجة. هو ده اللي الجسم بيعمله. طبعا بقى مع الموضوع دوت حبة خمول طبعا، مش عاوزين إن احنا نتحرك، في تكسير في الجسم، في ألم في المفاصل، وبتختلف طبعا درجته بحسب التيار الهواء اللي انت تعرضت له دوت أثر عليك قد إيه، وبحسب مناعتك وبحسب حاجات كتير جدا. طيب احنا دلوقتي عرفنا المشكلة وعرفنا سببها. طيب احنا دلوقتي العلاج ايه بقى؟ العلاج رقم واحد، انت تلبس ملابس تقيلة، وخصوصا الكلاسين اللي بتبقى داخلية، اللي هي بتبقى كابسة على الجسم وبتكتم الحرارة. ده رقم واحد. النقطة التانية، شرب المشروبات الدافية وخصوصا الجنزبيل. ليه؟ لأن الجنزبيل أو الزنجبيل بعض ما بتسميه، بعض الدول العربية بيسموه زنجبيل. ده بيسخن الجسم وبيزود الحرارة في الجسم، بس ده حراق، مش لازم تاخد منه كتير، بس نشربه ونشربه وهو دافي كمان، عشان أكيد مادام أخدت برد في الجسم ممكن يبقى فيه احتقان وصديد في الزور، فده كمان هيساعد. النقطة التانية، هو حلو جدا للمعدة وبينقي المعدة وبيحافظ عليها وبيقلل الاتش بيور، الجرثومة المعدية، وبيقلل الانتفاخات والغازات. فهو كويس في حاجات كتير جدا، وفي حرق الدهون كمان خصوصا الناس اللي في الشتاء ما بتعملش اي مجهود خالص وبتاكل وبس، والوزن بيزيد وبيطلع بعد الشتاء بقى زي بتاع 10 15 كيلو في الشتاء. فدي حاجة كويسة، ده هيسخن الجسم وهيخلي البرد يخرج من العظم ومن الجسم. في كمان القرفة، وكذلك برضو اليانسون، بس الجنزبيل طبعا رقم واحد.
نحاول ما نكترش منه، مش ما نكترش منه احنا نشربش كتير، لا نشرب كتير بس الكمية في كل مرة تبقى قليلة. هي دي النقطة التانية. طب احنا دلوقتي هنطلع على البرد من العظم ازاي؟ شربنا دلوقتي لبسنا تقيل وشربنا الجنزبيل، ممكن كمان ان احنا ناخد شاور دافي، اللي هو الحمام السخن قدر الامكان، بس ما يوصلش طبعا ان هو يعمل التهاب على الجلد. ده برضو بيسخن الجسم وبيطلع البرد من الجسم. في برضو المساج، بس المساج الخفيف مش المساج العنيف، لان في بعض الناس بتكونش متخصصة، فممكن تعمل لك اضرار وتعمل لك مشاكل. يقول لك انا واخد برد في العظم وعملت المساج الموضوع زاد وغطى الموضوع، دلوقتي كده وانا كنت بعالج حاجه واحده دلوقتي بعالج حاجتين. فلا نخلي بالنا من النقطه ديت. النقطه الثالثه هو فيتامين سي. طيب هناخد فيتامين سي منين؟ عندك الجوافة غنية جدا بفيتامين سي، بس ما نطلعهاش ساقعة تلج من التلاجة أو الفريزر ناكلها، لا نسيب الحاجة تهدى ونحطها تحت مية شوية وناكل حاجة في درجة حرارة كويسة، عشان برضو الزور والتهابات الزور والكحة والبحة اللي في الزور، خصوصا لو طالع من المتحور بتاع أوميكرون الجديد اللي هو ستراتوس دوت، بيعمل مشكلة في الصوت والحنجرة. لا نخلي بالنا. فعندنا الجوافة، البرتقال، اليوسفي، الليمون، الحاجات دي كلها كويسة جدا. طيب أنا ينفع أخدها أقراص، أجيبها أقراص من الصيدلية؟ ينفع، بس الطبيعي أحسن، واللي بيتجه ليه العالم كله دلوقتي الحاجة الطبيعية مش الكيميكال. طب أيهم أعلى في الفايدة؟ الطبيعي طبعا، دي مش محتاجة نقاش. طيب. طيب بس لسه في وجع، في بقى ممكن ناخد مسكنات، بس طبعا مش هنفرط، تبقى باراسيتامول، ممكن في بنادول باراسيتامول او الايبوبروفين دوت، سواء ده او دوت، بس ما نفرطش في الحاجات ديت، وما ناخدش الحاجات اللي هي قوية قوي، اللي هو الكوتيفان ونقعد نسف فيه، او كتافاست والحاجات التقيلة اللي تتعب الكلى. لا حاجات بسيطة، ونتدفى ونشرب الحاجات السخنة وناخد فيتامين سي. مش عاوزين نتيجة، لا النتيجة لازم تبقى حالا، لا شيء طبيعي، ده جسم إنسان، لازم حاجة بالتدريج عشان الجسم ما يتعبش، القلب ما يتعبش، الكبد ما يتعبش، الكلى ما تتعبش، الاوعيه والشرايين ما تتعبش. الحاجات اللي انت بتعملها دلوقتي ديت، يقول لك بص لا انا خدت مش عارف ايه، هوب على طول الدنيا اتحولت. لا ده انا هاخد حقنه فولتارين هتسخن لي الجسم وهبقى ايه، ساعه زمن هبقى طلقه. لا ده انا هاخد واحده ديكسا، حقنه ديكسا هبقى، لا بص ده انا هاخد الاتنين في واحد. لا كل ده غلط، وكل ده يعمل مشاكل كبيره جدا. ليه؟ الدكس اصلا ديت هو عباره عن كورتيزون صناعي اللي هو بيحوش ميه في الجسم. ولو اخدت فولتارين على ديكسا او الاتنين في واحد، الخلطه بتاعت البرد ديت من الحاجات اللي بتتعب الكلى جدا جدا جدا. نقطه تانية، انت ما عالجتش حاجه، انت اخدت مسكن، بس مسكن تقيل قوي، وكتير واكتر ما حاجه بيبقى تقيل عليها هي الكلى. والموضوع ده لو استمريت عليه كل ما هيجي لك دور برد هتنزل تاخد لك الحقنتين، تقول انا عاوز علاج سريع، انا عاوز حاجه ايه خلاص ارجع طلقه تاني. لا ده مش عارف مين جربها وقال لي عليها دي بيرفكت، دي حاجه ايه واو، دي مش عارف ايه. لا ما هو انت ما بتعرفش اللي بيحصل في جسمك من جوه. انت اخدت ديكسا، اخدت كورتيزون صناعي، الدنيا عندك مش حاسس بالوجع، بس مش معنى كده ان انت خفيت. نقطه تانية، انت ما تعرفش الاضرار اللي حصلت للكلى ايه. والموضوع لما تستمر عليه كمان على اللونج ران وانت شباب مش هتحس بالكلام ده، لكن لما يبتدي السن بقى يكبر بيك النقطة التانية، اللخبطة والحقن مع بعض واللخفنة ديت بتعمل أمراض بعد كده صعب تشخيصها، لدرجة انت بتروح للدكتور تقول له عندي كذا وكذا 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 كذا، في حاجات بتبقى صعبة التشخيص، يقول لك لا استنى نعمل تحليل الأول الفلاني، لا استنى نعمل تحليل، طب هنعمل التحليل الفلاني، طب هو ده ممكن كذا وممكن كذا، طب بص، ما هي دي بقى المشكلة. فانت ما تدخلش نفسك يعني زي ما بيقولوا كده في حوارات هتتعبك بعد كده وهتأثر عليك. النقطة التانية، انت لو عندك مشكلة وعندك اتش بلوري في المعدة، ودي طبعا عند كتير من المصريين ما يقرب عن 70% أو 80% من المصريين، والخلطة اللي انت بتعملها دي بتقلل الميوكس بتاع المعدة وبتسبب القرح في المعدة. الحاجة لازم برضه تبقى عارف أضرارها، عشان كده بنعمل الفيديوهات ديت وبننزلها وبننشرها عشان يبقى في ثقافة طبية ووعي إن في حاجات ومفاهيم تبقى غلط غلط كتير والناس ماشية عليها، بيبقى مصطلحات شائعة بس هي مصطلحات خطأ. انت بتفرح بالنتيجة ان انت اخدت المسكن ومش حاسس بالوجع، لكن انت متعرفش ده بيأثر وبيمبكت على الجسم وجوه ايه. هي دي النقطة او المشكلة. وبرضه لو في اي سؤال او اي استفسار سيبه لنا في التعليقات واحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.